قائد هتفت باسمه أمة، وعسكري رعبت سيرته من سمعها، صدام حسين. عشان تعرف أصل الحكاية تابع معايا. في 28 ابريل سنة 37 وفي قرية العوجة اللي جنب مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين في العراق اتولد صدام حسين مجيد عبد الغفور. ابو صدام كان انسان فقير بيشتغل بالزراعة، وكعادة اللي ساكنين في منطقة العوجة ناس فقراء جدا. اتجوز حسين من صبحة ودي كانت قريبته، وخلف منها ولد، وبعديها بسنتين 2 حملت في صدام. يجي الاب وهو واقف فوق سطوح بيته يبص على الجارة اللي قدامهم يلاقي حرامية داخلين عليها وفي صوت كبير عندها وبيتهجموا عليها، وبشهامة ونخوة تتحسب له ينط من السطح بتاع بيته للسطح بتاع بيتها علشان ينقذها، بس للاسف يقع وتتكسر رقبته ويموت في الحال علشان يتيتم صدام من قبل ما يجي الدنيا. وبعديها ب3 شهور يتولد صدام حسين وهو يتيم الاب، وعلشان الفقر اللي هم عايشين فيه تتجوز صبحة امه واحد قريبهم كان اسمه ابراهيم الحسن، وده كان بواب في مدرسة في تكريت، وكان راجل قاسي وصلب بكل ما تحمل الكلمة من معنى. واول ما صدام تم 5 سنين اخوه شقيقه من ابوه مات بمرض السرطان، وكان في التوقيت نفسه امه خلفت من جوزها 3 اخوات لصدام من امه، وبدا جوز امه يوريله العذاب الوان. الراجل كان قاسي جدا عليه، كان الضرب والجلد كلمه قليله جدا من اللي بيعملوا فيه، وده اللي ذكر بالظبط في كتاب وراء كل ديكتاتور طفوله بائسه للكاتب مجدي كامل، اللي قال فيه ان الراجل ده خلق من صدام العنيف الدموي. اصر جوز امه ان صدام يتعلم الزراعه ويشتغل بيها، ومش كده وبس، ده كمان منع صدام من دخول المدرسه نهائيا. وفي الفتره دي اشتغل صدام في رعايه الغنم علشان يبعد عن بيته وعن جوز امه اطول فترات ممكنه. صدام نفسه حكى الامير اسكندر اللي كان كتب له قصه حياته وقال على الفتره دي: لم اشعر انني طفل فيها ابدا، وكنت اميل الى الانقباض والعزله واتجنب مرافقه الاخرين. ولما بدا صدام يشم نفسه شويه اجبره جوز امه ان هو يشيل بطيخ ويبيعه في القطورات اللي كانت بتعدي في تكريت وهي رايحه من الموصل لبغداد. وكان راضي صدام بالعيشه بالرغم من ده كله مع عمه واخواته ال3 في كوخ صغير من الطين في حياه كلها فقر وضنك وقهر مع زوج ما بيرحمش. في الوقت ده زاد حب صدام الكبير لخاله خير الله ترفاح وابن خاله عدنان اللي كان يصغر صدام بسنين قليله. وبدا عدنان ابن خاله يتقرب منه لما حس بالمأساة اللي صدام عايشها، وبدا يطيب خاطره وقال له: ولا يهمك، هعلمك اللي بتعلمه في المدرسه. وبدا الطفل الصغير يعلم صدام ابن عمته كل حاجه بيتعلمها في المدرسه. علشان كده بقى عدنان من المرحله دي بقى اعز اصدقاء صدام في الدنيا. واول ما تم صدام 11 سنه كان خلاص مش قادر يستحمل جوز امه وقسوته، وعلى طول راح رايح لبيت خاله. وبمجرد ما يدخل بيت خاله ويقول لخاله: انا خلاص مش قادر اعيش معاهم تاني وهعيش معاك، فيرحب خاله بيه، ويبدا خاله يقنعه انه لازم يدخل المدرسه، وقال له: مالكش دعوه باي حاجه، انا هتكفل بكل مصاريفك. وطبعا صدام كان خايف من التريقه اللي ممكن تحصل له، وخصوصا ان سنه بقى كبير شويه على اللي لسه بيخش المدرسه، لكن قدام كلام خاله اقتنع جدا. وطبعا اول ما دخل المدرسه حصل اللي كان خايف منه، وبدا الخناقات والضرب مع العيال ومع المدرسين. احيانا حياته مع جوز امه شكلت منه طفل عنيف، وكان دايما مكشر وحاد النظرات. وفي سنه 55 حصل على الشهاده الابتدائيه من تكريت. خال صدام اللي هو كان عايش عنده كان ضابط في الجيش العراقي، وكان معروف عن خاله دون ان هو ثوري من القوميين العرب اللي متحمسين لقضيه العروبه. وكان دايما صدام بيقعد مع خاله يسمع منه ويتعلم. ولما كان بيجي لخاله ضباط او سياسيين يتكلموا مع بعض في السياسه كان بيخلي صدام يقعد معاهم بالرغم من سنه الصغير، وتبتدي تتشكل ميوله وافكاره السياسيه. وطبعا بسبب ميول خاله السياسيه والثوريه اترفد من الجيش، ويدخل خاله السجن بسبب اعمال العنف والمعارضه للنظام الملكي اللي كان ماسك العراق، ويتحكم عليه ب5 سنين سجن. ويخرج خاله من السجن ويشتغل مدرس، ويلاقي صدام على وعده ليه ومكمل تعليمه، ودخل المرحله الثانويه مع ابنه عدنان. وفي فتره الخمسينات ومع وجود جمال عبد الناصر ساد الحس الثوري في جميع الدول العربيه، والهم عبد الناصر في كل الدول العربيه روح الثوره لمحاربه الاستعمار والملكيه. وعلى طول اعتبر صدام حسين جمال عبد الناصر قدوته في الدنيا ومصدر الهامه. وفي سنه 56 وساعتها كان صدام عنده 19 سنه
دخل صدام لحزب البعث المعارض، وفي التوقيت نفسه حاول ان هو يدخل اكاديميه بغداد العسكريه، لكنه طبعا فشل. اولا مجموعه ما جابش درجات الاكاديميه، وثانيا بسبب ميوله الثوريه، وكمان بسبب ميوله الثوريه فشلوه في اختبارات القدرات اللي بتؤهله للدخول. فحس ساعتها صدام بالاهانه وانها كانت مدبره، وخصوصا ان هو كان عارف ان لياقته البدنيه تؤهله، ولو كان نجح كانوا ممكن يستثنوه من موضوع الدرجات، لكن تفشيله كان مقصود. وطبعا عشان العمل الحزبي ما بياكلش عيش، اشتغل صدام محصل في الاتوبيسات بتاعه النقل العام في العراق، بس حلمه كان كبير وكان متاكد ان المستقبل هيكون لصالحه. وفي اخر الخمسينات اصبح صدام عضو في منظمه الفتوه. ايه بقى الفتوه دي؟ كانت منظمه عسكريه اتشكلت في الاربعينات وبتهدف لتوحيد العرب، بس كانت منظمه ممكن تعمل اي حاجه، تخرب تكسر تدمر، المهم توصل لاهدافها. فطبعا عجبت صدام جدا المنظمه دي، وعلى طول صدام كان في مقدمه الاحداث. حياته العنيفه خلت قلبه ميت، ولقى نفسه في المعارضه، وخصوصا في منظمه الفتوه، لان كان اهدافها وميولها متوافقين معاه تماما. بدا بزوغ نجم صدام في حزب البعث، وبقى من الشباب المؤثرين جدا في الحزب، وبدا يقرا لكبار البعثيين ويتاثر بيهم، وبالاخص ميشيل عفلق. وتيجي تحصل جريمه قتل لاحد رجال السلطه في تكريت، ويتهم صدام بالجريمه ويتقبض عليه ويتم اعتقاله لمده 6 شهور. وفي التوقيت ده تحصل ثوره كبيره في العراق من ضباط في الجيش وما كانوش في حزب البعث بقياده عبد الكريم قاسم، وينجحوا بالاطاحه بالملك ويتولى قاسم الحكم. وطبعا يخرج صدام من المعتقل مع المفرج عنهم سنه 59، ولان عبد الكريم قاسم ما كانش من البعثيين فيتكتلوا كلهم ضده. ومش كده وبس، ده كمان يتفقوا وبقياده صدام حسين على خطه لاغتياله، ويجي ساعه التنفيذ وقبل ساعه الصفر يتخانق صدام حسين مع المجموعه اللي هتنفذ عمليه الاغتيال، لان كان الاتفاق ان الضرب هيبقى جماعي على الموكب بتاع عبد الكريم قاسم، وهو صمم ان يبدا بالضرب الاول، وساعه مرور الموكب يمسك صدام رشاشه ويضرب هو. وطبعا الحرس بتاع عبد الكريم قاسم ياخدوا بالهم من اللي بيحصل ويبداوا هما كمان في تبادل اطلاق النار، ويتصدوا للمجموعه وتفشل محاوله الاغتيال بالكامل، ويهرب صدام حسين على تكريت بلده خوفا من انتقام عبد الكريم قاسم ورجالته، وبعد كده يهرب من العراق كلها ويروح طالع على سوريا اللي فيها اصل حزب البعث، ويقعد فيها 3 شهور، ويقابل ميشيل عفلق اللي كان بيحبه وبيقرا له، وده طبعا كان من قيادات حزب البعث. واحتضن ميشيل عفلق صدام وحس فيه بروح الثوره والطموح ورقاه وخلاه من قيادات الحزب، وده لان ميشيل عفلق كان مؤمن ان محاوله صدام حسين لاغتيال عبد الكريم قاسم كانت نابعه من روح وطنيه، لان عبد الكريم قاسم بمجرد ما مسك الحكم في العراق سلم مقدرات البلد كلها للشيوعيين، وبالتالي يبقى صدام اللي عمله دون حاجه وطنيه من وجهه نظره. ونصح ميشيل عفلق صدام حسين ان لازم يروح مصر في اسرع وقت ممكن، انها تبقى امان له من سوريا حتى. وفي 21 فبراير سنه 60 يجي صدام حسين على مصر، وبمجرد ما وصل لمصر سكن مع مجموعه من زمايله في حي الدقي، واصبح مسؤول عن الطلاب المنتميين لحزب البعث في مصر. اما في العراق فتم الحكم عليه في ديسمبر سنه 60 هو والمجموعه اللي شاركت في اغتيال عبد الكريم قاسم بالاعدام. وفي عام 61 قابل صدام حسين جمال عبد الناصر، واللي قدم له بعض النصايح في العمل السياسي القومي زي ما قال صدام بنفسه. واستقر صدام حسين بالقاهره وانتسب لكليه الحقوق، واتجوز بنت خاله ساجده خير الله تلفاح. وفي 14 يوليو 63 يحصل انقلاب كبير في العراق لحزب البعث على عبد الكريم قاسم وقتلوه، ويتولى عبد السلام عارف حكم العراق ويسقط جميع الاحكام اللي كانت على المعارضه، فيسيب صدام حسين كليه الحقوق ومصر كلها ويرجع على العراق تاني. وحزب البعث كانوا طمعانين في الحكم، ويحصل خلاف كبير تاني بين حزب البعث وعبد السلام عارف، فيقوم عبد السلام عارف يعمل حمله اعتقالات كبيره في العراق ويتقبض على صدام حسين ويدخل السجن تاني. ولكن عشان كان في صله قرابه بين صدام حسين واحمد حسن البكر، وده كان رئيس الوزراء في العهد الجديد في العراق، فخرج صدام من السجن ويسافر سنه 63 لسوريا تاني عشان يقابل ميشيل عفلق مره تاني اللي نصحه المره دي بالبقاء في سوريا علشان لو رجع للعراق هيتقبض عليه، لكن صدام رفض. وبمجرد ما يرجع العراق يلاقي الاجهزه الامنيه لعبد السلام عارف اللي كانت حاطه عينيها عليه لانهم كانوا عرفوا ان هو بيمثل اكبر خطر على النظام، ويقبضوا عليه على طول. دخل زنزانه سجن انفرادي في مديريه الامن في بغداد تحت الحراسه المشدده،
وتعرض لاقصى انواع التعذيب والمهانه، لكن تقديرا من قاده حزب البعث في العراق وسوريا لصمود صدام حسين تم تعيينه سنه 66 وهو لسه في السجن امير سر القيادات القطريه لحزب البعث، وده كان منصب كبير جدا ومهم في التوقيت ده. وفي 23 يوليو سنه 66 استغلوا خروجه لاحدى جلسات المحاكمه اللي كان بيتعرض ليها وانشغال القيادات في البلد بسماع خطبه جمال عبد الناصر لاحتفالات مصر باعياد الثوره، ونجحوا ان هم يهربوه في التوقيت نفسه. ورجع صدام تاني مطارد ومضطهد وبدا تاني يفكر في قلب نظام الحكم في العراق. وفي التوقيت ده يموت الرئيس عبد السلام عارف اللي وقعت طياره الهليكوبتر بيه، ويتولى اخوه عبد الرحمن عارف حكم العراق، ويحس احمد حسن البكر وصدام واعضاء الحزب ان المهمه بقت سهله. وفي فجر 17 يوليو سنه 68 تيجي وحدات عسكريه من الدبابات ومعاهم مدنيين من حزب البعث ويقتحموا قصر الرئاسه، ويكونوا بقياده اللي قلبه ميت صدام حسين، ويستولى حزب البعث على السلطه رسميا في العراق، ويركبوا الرئيس عارف طياره على لندن هو ومراته وقالوا له روح عالجها هناك عشان كانت مريضه بالسرطان. واعلنت اذاعه بغداد ان حزب البعث قد استولى على السلطه، ويتعين احمد حسن البكر رئيسا للجمهوريه، ويتعين صدام حسين اللي كان عنده 31 سنه مسؤول الامن القومي في العراق. بدا صدام حسين يحس ان المنصب اللي مسكه هو اهم منصب في الدوله، وان المنصب ده هو اللي هيوفر له جمع المعلومات والتدخل في كل الشؤون، وبقى مسؤول فعلا عن كل حاجه في العراق. وده اللي خلى احمد حسن البكر يعين صدام حسين نائب لرئيس مجلس قياده الثوره بدرجه نائب رئيس جمهوريه، وبدا العراق يطلق على صدام حسين لقب السيد النائب. عمل صدام اجهزه امنيه صارمه ومسك العراق بايد من حديد، وبقت القوه هي رمز الدوله والقهر مصير اي حد يعترض على السياسه. وطبعا احمد حسن البكر كان مبسوط من اللي بيعمله صدام علشان العراق لازم كانت تبقى تحت السيطره. وبدا صدام حسين يبني سمعه كبيره كسياسي محنك وراجل قلبه ميت وما عندوش رحمه في نفس الوقت. اسس صدام حسين جهاز المخابرات العراقي وكان معروف باسم جهاز حنين. صدام كانت ليه عيون في كل مكان، اي حد كان ليه ولاء خارجي او حتى مشكوك في امره يتعدم فورا. بدا صدام في تعيين اهل الثقه في المناصب الحساسه، وعين بعض افراد اسرته بالمناصب المهمه، وكان على راسهم خاله خير الله طلفاح اللي عينه محافظ لبغداد. وعلشان صدام كان متاثر من اللي حصل له وهو صغير ونفسيته كانت متاثره من موضوع التعليم، فعمل اكبر مشروع لتعليم القراءه والكتابه في العراق، وعمل عقوبه 3 سنين للي ما يحضرش دروس محو الاميه مهما كان سنه سواء كان راجل او ست. وعشان كده ناس كتير جدا من كبار السن اتعلموا القرايه والكتابه، وعمل 12 جامعه، وحط موضوع النفط في دماغه وركز فيه لانه كان عارف اهميه البترول وخطورته، واهتم بموضوع التسليح لاقصى درجه، وعمل اتفاقيه مع الاتحاد السوفيتي وبدا التعاون معاهم في مجال الاسلحه وتاسيس الجيش العراقي على اكمل وجه، وبدا يفتحهم في انه عايز يبقى عنده نووي، وحس برفضهم وده اللي خلاه يميل الكفه في ناحيه فرنسا. وسنه 75 وقع صدام حسين وهو لسه نايب لرئيس الجمهوريه، بس كانت معاه كل الصلاحيات، وده لقوه شخصيته الجباره قدام احمد حسن البكر. فوقع اتفاقيه مع شاه ايران على اعاده ترسيم الحدود في منطقه شط العرب، مقابل ان ايران توقف دعمها للمعارضين الاكراد اللي كانوا متركزين في الشمال. وايران في المقابل اشترطت على صدام حسين انه يطرد من العراق الخميني اللي كان قاعد في مدينه النجف، وفعلا بعت له صدام رساله وقال له ارحل من العراق. في الاول الراجل زمزم راح رايح له صدام بنفسه وطرده بنفسه من العراق، والراجل راح واخد ديله في اسنانه وراح طالع على الكويت ومنها على فرنسا. وفي سنه 79 تتقرب وجهات النظر والمحبه ما بين احمد حسن البكر وحافظ الاسد، ويقوم بعقد معاهدات واتفاقيات مع السوريين. وتيجي معلومه صدام حسين ان في اتفاقيه وحده هتتم ما بين العراق وسوريا، وان احمد حسن البكر هيبقى رئيس للجمهوريه دي، وحافظ الاسد هيبقى نائب لرئيس الجمهوريه، وبالتالي صدام حسين مش هيبقى له دور. وعلشان كده وبجرأه متناهيه جهز صدام حسين قوه ما كانتش كبيره ودخل بيها على الرئيس احمد حسن البكر وطلب منه انه يستقيل، وقال له كفايه عليك كده، قدم استقالتك علشان انا اللي همسك العراق. وطبعا عشان احمد حسن البكر كان متاكد ان صدام حسين خلاص ما بقاش في قوه تقدر توقفه، وافق على الاستقاله فورا. وتم الاعلان في الاذاعه والتلفزيون عن استقاله احمد حسن البكر لاسباب صحيه، وتسليم الحكم لصدام حسين اللي اعلن نفسه رئيسا للجمهوريه ورئيسا لمجلس قياده الثوره وقائد عام للقوات المسلحه، وعين نفسه لواء فخري برتبه مهيب ركن، ودي كانت اعلى رتبه في الجيش العراقي. وبمجرد ما صدام حسين يتولى الحكم في العراق
عمل حاجه اغرب من الخيال. عمل مؤتمر كبير كاول مؤتمر ليه وهو رئيس جمهوريه، وكان مذاع على الهواء، وقال للعراق كلها انه هيعلن مفاجاه كبيره في المؤتمر ده، ودعا اليه كل اعضاء حزبه وحزب البعث، واتجمع الشعب العراقي كله قدام التلفزيون، ودعي الى المؤتمر جميع اعضاء حزب البعث وقعدوا في المؤتمر. واول ما بدا المؤتمر بدا صدام يتكلم ويقول في مؤامره كبيره دبرها ناس جواسيس بيتامروا على البلد، والناس دي من اعضاء الحزب وقاعدين معانا هنا، وانهم بيخططوا لقلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطه، وطبعا ده كله بدعم من سوريا. وبدا صدام حسين يفاجئ كل الموجودين بانه طلع كشف وبدا يقرا اساميهم، فبداوا طبعا يهيجوا وقاموا وقفوا واعترضوا لما سمعوا اساميهم بتتقال. وإذ فجاه يظهر رجال الامن في القاعه ويمسكوهم ويتحفظوا عليهم ويخرجوهم بره القاعه، ومره واحده على مسمع ومرأة من الجميع يتسمع صوت ضرب النار اتفتح فيهم، والفيديو هتلاقوه في المصادر تحت، علشان تبدأ مرحلة التخويف العلني من صدام حسين لرفاقه قبل خصومه، وسمى المرحلة دي مرحلة التطهير، وقبض على 450 واحد من قادة الجيش وتم اعدامهم جميعا، وبدأ صدام يضرب بإيد من حديد. اكتر حاجة استفاد منها صدام حسين في الفترة اللي قبل ما يبقى رئيس جمهورية الجهاز الامني اللي كان ماسكه بنفسه طوال 10 سنين اللي كان فيهم نائب لرئيس الجمهورية. وتيجي اكبر مشكلة اللي كانت بتواجه اي حد كان يمسك رئيس للعراق، وهي موضوع السنة والشيعة. وبالرغم من ان معروف ان صدام سني الا ان كان فيه توازن كبير خلقه صدام، لكن القوة الشيعية في العراق كانوا بيكرهوه جدا، وبدأوا يوالوا ايران ان هم يتخلصوا منه في اسرع وقت، ده غير قبضته الحديدية على الاكراد. فبدأ الاكراد هم كمان ان هم يحاولوا ينفصلوا عن العراق ويبقوا جمهورية مستقلة، وكان اي حد من الشيعة او الاكراد يظهر العداء لصدام او نظامه كان بيصفيه على طول. فاصبح صدام بيواجه الشيعة اللي مش طايقينه في الجنوب والاكراد اللي عايزين ينفصلوا في الشمال، ده غير المعارضة اللي شايفينه مرعب وعايزين ينقلبوا عليه. وبالرغم من ده كله كان قلبه ميت وبيضرب في كل الاتجاهات ومسيطر سيطرة فولاذية. اما بقى خارجيا فكان برضو الحال منيل، وعلاقة العراق بالدول الخارجية كانت علاقة شد وجذب. اسلوبه الناشف في التعامل مع الرؤساء والملوك كان عامل حالة من الكره وتبادل العداوة، وبالرغم من كده كان برضه في دول وقادة بتحبه وبتوليه جدا. وتيجي سنة 79 وتقوم الثورة الإسلامية في إيران، وينجح الخميني في الإطاحة بنظام شاه إيران، ويحس صدام بالخطر الحقيقي، ويحس إن إيران عايزة اللي حصل معاهم هناك يحصل في العراق، وخصوصا ان كان متاكد ان الخميني مش هينسى طاره البايت اللي حصل فيه في العراق وهينتقم من صدام نفسه. وطبعا في التوقيت ده كان في عداوه وكراهيه كبيره ما بين امريكا وايران، وكان في توتر كبير في العلاقات بينهم، وده اللي خلى الرئيس الامريكي ريجان يدي الضوء الاخضر لصدام في اي تعامل عسكري مع ايران. وتيجي سنه 80 وتحصل مناوشات بين العراق وايران، ويتم طرد السفراء من البلدين، وتحصل اشتباكات عنيفه بينهم على الحدود، وهنا يحس صدام ان الفرصه جات له، ويقطع صدام حسين اتفاقيه شط العرب، ويعلن سياده العراق على منطقه شط العرب بالكامل، وتقوم قايمه ايران بالقصف بالطيارات على بعض المدن العراقيه، وترد العراق وتضرب مطار مهربات في ايران، ويأمر صدام حسين الجيش العراقي خلاص بالدخول في العمق الايراني عشان تبدا حرب ال8 سنوات. وفي الوقت ده كانت امريكا ملتزمه الصمت تماما. اما بالنسبه للدول العربيه والخليجيه فكانت بتدعمه في حربه ضد ايران، وخصوصا الملك حسين ملك الاردن، والرئيس اليمني علي عبد الله صالح، والرئيس المصري حسني مبارك، واللي اسسوا هم الاربعه حلف واطلقوا عليه مجلس التعاون العربي. وبعد 8 سنين لما الدولتين انهكوا بعض عسكريا واقتصاديا، وبالتحديد سنه 88 تنتهي الحرب ما بينهم عشان يوصل اجمالي القتلى لمليون قتيل من البلدين، ده غير الخسائر الاقتصاديه اللي كانت بالمليارات واثار الدمار اللي كانت في كل مكان. وطبعا ده عمل هزه كبيره لصدام اللي كان اقترض من بعض الدول العربيه مبالغ ضخمه علشان تكاليف الحرب. وبمجرد ما انتهت الحرب بدا صدام يفكر في اعاده البنيه التحتيه للعراق واعاده تسليح الجيش من جديد، بس موضوع القروض كان عامل له ازمه كبيره. وفي سنه 89 بدات الكويت تطالب صدام بالديون اللي عليه، علشان كده بدا يتفاوض معاهم وكان عاوزهم يتنازلوا عن كامل ديونهم، وقال لهم ان الحرب ما كانتش ما بين ايران والعراق، العراق كان بيدافع عن كل دول الخليج اللي كان ممكن الخميني يعمل معاهم زي ما عمل مع شاه ايران، وان العراق كان بيدافع عن الكل بفلوسها وجيشها، ولازم الكويت تقدر ده وتتنازل عن كل ديونها. وده اللي قاله صدام حسين بنفسه للمحامي بتاعه خليل الدليمي، وبدا يحكي له ويقول له بدات الكويت تعترض على الكلام دون، وقالت له لازم
تسدد الدين اللي عليك. فقال لهم طب هطلب منكم طلب، قللوا انتاجكم شويه من النفط علشان سعر البترول يرتفع، وبالتالي اقدر انا كمان اسدد الدين اللي عليا. فيقول صدام تقوم الكويت تزود الانتاج المحلي من البترول، وبالتالي السوق يتغرق والسعر بتاع البترول ينخفض. فقال لهم طب اجيب منين؟ سعر البترول عمال يقل عشان انتاجكم زايد. فقال ترد الكويت عليا وتقول لي لا تنازل عن الدين. ويقول صدام تيجي معلومه لينا ان في شركه امريكيه قامت بالتعاقد مع الكويت في التنقيب على البترول، واختاروا اراضي على الحدود العراقيه الكويتيه، واستغلوا انشغال العراق بالحرب مع ايران، وحفروا ابار بشكل مائل، وقاموا بسرقه البترول من العراق، وباعوا النفط ده للايرانيين برخص التراب، وغرقوا السوق العالمي بالبترول علشان يوقعوا اقتصاد العراق. امريكا كانت عايزه توقع العراق باي شكل، وهنا يفكر صدام رسميا في غزو الكويت. وكان دايما رأي صدام من دماغه، وهو كان شايف ومتأكد ان هو كان صح، وكان محضر مبرراته للرأي العام العالمي والعربي. وفي 2 أغسطس سنة 90 يصحى العالم كله على اجتياح صدام حسين للكويت واحتلالها بالكامل، واعتبارها المحافظة العراقية ال19 وتعيين حاكم عسكري عليها. وأصدر صدام حسين بيان وقال فيه ان الدماء العراقية في الحروب مع إيران كانت دفاعا عن الكويت وجميع دول الخليج، وتحمل العراق في سبيلهم الكتير، وفي نفس الوقت اللي كنا نتحمل فيه الكتير عشان خاطر الدول العربية والخليجية سرق النفط العراقي وخرجنا مديونين، وبدل من مساعدتنا دمروا اقتصادنا. وده كان تهديد صريح ومباشر مش للكويت بس، ده لكل دول الخليج. وتنقلب الدنيا على صدام حسين والعراق، وتدخل امريكا بقياده بوش الاب في توليع الدنيا على العراق اكتر ما كانت والعه، ويتصل بيه جميع القاده العرب للتوسط وانهاء الازمه في حلول وديه وسلميه، وان الكويت ليها السياده على ارضها، الا ان صدام يصمم على قراره ويقول لن نتراجع عن الكويت لانها من الاساس اراضي عراقيه، والحوض النفطي من الاساس عراقي، وتعقد قمه عربيه في القاهره، ويتم التصويت بالاغلبيه على تحالف عربي امريكي لحرب صدام لاجباره على الخروج من الكويت. وكل ده طبعا كوم، وايران هي كمان كوم تاني لقيتها فرصه وزادت على العراق هي كمان. وفي الوقت نفسه قام مجلس الامن بالموافقه على التحالف والحرب ضد صدام اللي اتعرفت باسم عاصفه الصحراء. وفي 28 فبراير 91 انتصر التحالف وانسحبت القوات العراقيه من جميع اراضي الكويت، وده كان المسمار الاكبر في نحش صدام حسين ونظامه. والموضوع ما انتهاش على كده، لا طبعا، مجلس الامن اتخذ قرارات ضد العراق عمل عليها حصار اقتصادي وتدمير ترسانه صدام حسين من الاسلحه. وطبعا بوش الكبير اللي كانت اطماعه واضحه جدا فرض عقوبتين كمان على صدام، اعتبر منطقه الشمال اللي بيسكنها الاكراد ومنطقه الجنوب اللي بيسكنها الشيعه منطقتين حظر جوي، ويتبهدل العراقيين اخر بهدله بسبب الحصار والفقر ونقص المواد الغذائيه والادويه والسلع الاستراتيجيه. وطبعا تقوم ثوره على صدام في العراق بتحريض امريكي خاصه في منطقه الشمال الكرديه والجنوب الشيعيه، ويستطيع صدام حسين ونظامه السيطره على الموقف بالكامل. لكن برضه تفضل البهدله والفقر والحوجه مسيطره على الشعب العراقي كله لحد سنه 98 يوقع العراق على اتفاقيه النفط مقابل الغذاء، ذل ما بعده ذل. ويجي جورج بوش الابن وهو ناويها للعراق وعاوز يعمل فيهم اللي ابوه ما عملوش، ويبعت له مفتشين عن اسلحه نوويه، ويجي صدام حسين يوم يطرد المفتشين لانه كان عارف ومتاكد انه ما عندوش حاجه وانهم مش مفتشين ودول مجرد جواسيس لصالح الامريكان، فيقوم طاردهم من العراق. واول ما يطردهم وفي 16 ديسمبر 98 تضرب الولايات المتحده وبريطانيا بعض المواقع العراقيه في العمليه الجديده اللي اتسمت ثعلب الصحراء. وفي 99 يتقتل محمد صادق الصدر، وده كان زعيم الحوزه العلميه بالنجف وكان شيعي ومحبوب جدا، وتنقلب الدنيا في الشيعه ويتهموا صدام رسميا بقتله، وتقوم ثوره تاني في العراق، الا ان صدام ونظامه اتمكنوا برضه من اخمادها، ويقبل العراق بقرار مجلس الامن بالتفتيش على الاسلحه النوويه في العراق، وبرضه تيجي فرقه التفتيش وتتهم صدام بعدم التعاون، وتقوم امريكا وبريطانيا تاني بضرب اهداف حكوميه وعسكريه 4 ايام متواصله، وهددوا الشعب العراقي اما التخلي عن صدام واما العاقبه السوداء اللي هتبقى في انتظاركم. وتيجي احداث سبتمبر 2001 ويعترف اسامه بن لادن والقاعده
بمسؤوليتهم الكامله عن اللي حصل في امريكا. ويطلع في سبتمبر 2002 ويعلن بوش بيان بيقول فيه ان العراق هي الخطر الاكبر على الولايات المتحده الامريكيه. وفي 20 مارس 2003 تدخل امريكا وبريطانيا العراق وتحتلهم بالكامل علشان عندهم نووي، وهم داخلين عشان يفتشوا عليه براحتهم وهم هيعرفوا يطلعوه. ربنا يجازي اللي كان السبب. ويختفي الجيش العراقي بالكامل. وفي 9 ابريل 2003 تسقط بغداد رسميا، وتبدأ قوات التحالف في البحث عن صدام حسين في كل مكان في العراق. وفي 23 يونيو 2003 يتقتل ولاده الاثنين، وتدخل المخابرات الامريكيه CIA والبريطانيه ويقلبوا الدنيا على صدام اللي اختفى ومش لاقيينه، ويعتقلوا كل افراد اسرته، وكمان كانوا بيعتقلوا كل اللي كان ليه صله قرابه منه، لحد لما قبضوا على محمد ابراهيم المسلط، وده كان كبير حرس صدام. وفضلوا يعذبوا فيه ويضربوا فيه لان هم كانوا متاكدين ان هو اللي هيقدر يوصلهم لصدام حسين، لحد لما اجبروه انه يتكلم وقال لهم ان صدام مستخبي في منطقه اسمها قضاء الدور في تكريت بلد صدام. وفي 2 ديسمبر 2003 ليله اتسمت بالفجر الاحمر انتقلت 50 مدرعه وطيران في السماء وقوات المارينز ومترجمين عراقيين ووصلوا لمنطقه قضاء الدور. لقوا دار قديمه في وسط مزرعه كان بيملكها واحد اسمه قيس نامق، وكان صديق طفوله قديم لصدام، ومحدش كان عارف ابدا بالحكايه دي. وشاور لهم المسلط وقال لهم الريس جوه. وبمجرد ما دخلوا فتشوا البيت ما لقوش اي حاجه، وطبعا ضربوا قيس نامق واصبح حصيره تحتها بلاط، لقوا عين قيس بتبص عليها، شالوا الحصيره وكسروا البلاط، لقوا فتحه ما تسعش غير لشخص واحد اللي اتسمت بحفره العنكبوت. فتحوا لقوا شخص ممدد على كنبه ومولع سيجار في ايده، وقال لهم باللغه الانجليزيه انا الرئيس صدام حسين. وبمجرد ما وصلت المعلومه لبوش طلب ان يشوف صدام حسين بنفسه، وفي سريه تم نقل صدام حسين للبيت الابيض، وتم حقنه بمخدر. وبمجرد ما شافوا جورج بوش في البيت الابيض ضحك لما حس بالانتصار، وكان بيفكر ان يحط صدام حسين في قفص ويغطيه بستاره ويعمل مؤتمر صحفي للعالم ويستعرض ويشيل الستاره عشان العالم يشوف صدام حسين وهو جوه القفص متكلبش، ويضحك العالم كله عليه ويعرفهم ان امريكا انتصرت. الا ان كولين باول اعترض على اللي هو قاله دون، هو وكل ضباط البنتاجون اللي كانوا قاعدين بيشوفوا صدام حسين معاه، وقالوا له ان ده هيستفز كل الشعوب العربيه ويرجع صدام تاني في سريه كامله للعراق عشان يعلنوا للعالم القبض عليه ويتم محاكمه صدام حسين اللي العالم كله كان عارف الحكم فيها من قبل ما يتقال. ويتعين خليل الدلمي محامي عن صدام، وبيحكي بنفسه بيقول ما شفتش في حياتي شخص قوي ثابت زي صدام حسين، ما كانش بيهاب الموت، بالعكس كلامه ونظراته كانت كلها قوه وسخريه، كان مؤمن بفكره لدرجه بعيده، حبه للدنيا كان قليل جدا، كان على طول معاه مصحفه وكان بيتكلم معايا في كل حاجه ولا كأن في حاجه حصلت. واعترف لي اعترافات كتيره، منها ان البيت اللي اتمسك فيه هو نفس البيت اللي استخبى فيه لما شارك في محاوله اغتيال عبد الكريم قاسم سنه 59. علشان كده كان دايما ده البيت اللي بيلجأ له وقت ما بيكون مخنوق او زهقان او عايز يستخبى من حاجه. وان صدام بيقول له انه متاكد ان محمد ابراهيم المسلط مش هو اللي بلغ عنه، وكان متاكد ان اللي بلغ عنه هو صديقه قيس نامق، لان صدام بيقول انه في الاسبوع الاخير كان كل ما يبص على صاحبه يلاقيه سرحان وشارد الذهن. صدام حسين كان مسجون في زنزانه 1.5 متر في 2 متر علشان يقضي فيها 23 ساعه. وخليل الدلمي برضو كان بيقول انه كان بيجمع العيش اللي بيتبقى منه علشان يرميه للطير في الساعه الوحيده اللي كانوا بيخرجوه فيها علشان يقضي الايام اللي فاضله من حياته جوه التربه اللي كان محبوس فيها. وفي 5 نوفمبر 2006 تصدر المحكمه الجنائيه حكمها على صدام حسين بالإعدام شنقا عن جرائم تم ارتكابها ضد الشيعة والأكراد. وفي يوم السبت 30 ديسمبر 2006 وده كان أول يوم العيد الكبير يجيبوا صدام حسين من محبسه، وكان في قمة قوته وما هزهوش الموت، ورفض إنه يحط الشاشة السوداء على راسه لما شاف حبل المشنقة، لدرجة خلت الحراس الأمريكان بنفسهم شهدوا زي ما نشرت جريدة الواشنطن بوست وقالوا أبهرنا صدام حسين بصموده لحظات الموت وأخاف جلديه بنظرات عينه الثاقبة ويتنفذ
حكم الاعدام اول يوم العيد الكبير في صدام حسين علشان يستاء جميع الدول العربيه من اللي حصل دوت، وعلشان تنتهي مرحله مهمه جدا من تاريخ العراق اللي حكمه صدام حسين لمده 25 سنه. هتفضل في ايادي خبيثه هيكون هدفها الاول والاخير تدمير الوطن العربي. الايادي دي الكل عارفها والكل عارف مين وراها، لكن من العجيب انك تلاقي في ناس بتمشي وراهم وكانهم مغيبين. الحال اللي وصلت له العراق وسوريا وكتير من دول الوطن العربي ما يخفاش على حد، ولا اللي هم كانوا نفسهم فيه حصل ولا اللي اتوعدوا بيتنفذ. كل اللي حصل ضياع شعوبهم واوطانهم واصبحوا مشردين بلا مأوى. ايه اللي جرى للعرب؟ العرب كان طول عمرهم معاهم الرياده في العلوم والفنون والطب وحتى السياسه. ايه اللي جرى لنا؟ محدش سأل نفسه ابدا هو كل ده حصل كده مره واحده ليه؟ مش ممكن نكون كلنا مجرد اداه في ايد ناس بيستخدمونا عشان ندمر نفسنا من غير ما نحس؟ اللي حصل في العراق وسوريا وليبيا ما هو الا ناقوس خطر، وصدام حسين اكيد كانت ليه اخطائه الكبيره الكارثيه، وسواء اتفقت معاه او اختلفت هيفضل حاكم عربي، حكم دولة كبيرة من أهم وأكبر الدول العربية، وهو دلوقتي مع الحق. وبنهاية حكم صدام حسين انتهى من التاريخ فصل، وبقت حكاية، ومفيش حكاية ما كانش ليها أصل.